المغرب والجزائر وتونس حاضره بمنتخبات الثانيه، اسمح لي، والاردن والامارات وقطر، فهي بالتشكيله الرسميه الاولى. اما تشكيله المغرب وتشكيله تونس والجزائر ومصر اللي غيشاركوا في كاس افريقيا الامم ما جاوش بالرسمي. لا اسمع الله يخليك، لو انهم جاوا بالعناصر الكامله اعتقد سيكون طعم اخر للبطوله. نحن بنقول هذا الكلام من امس، بنقوله من هنا قلناه، لا تعيد لي الكلام نفسه. وانت كل ساعه انا قلت احنا مش كاملين، ما قلت عن السؤال. عارف السؤال البطوله لا هذاك اقوى. لو ان كنت لو ان الفيفا كل فريق بيشارك كابتن بتقولوا مش كاملين ومش كاملين، يعني هاي الكابتن هاي هم خلص احنا احنا في البطوله كابتن استاذ ادبا انتم اصلا المفروض احنا ادبيا ورياضيا ما نقول احنا مش كاملين. صحيح، عيب اصلا والله في الرياضه عيب اصلا نتكلم الكلام. مش كم ما عنديش المحترفين. صحيح بس كابتن انت اليوم تلاعب بالمنتخب، انت المنتخب الاول، هذا المنتخب الاول. موضوع لو احنا مش كاملين جاي المنتخب الثاني. يا كابتن انتم بتدربوا الشمس في الغربال. كابتن بقول لك شيء، ترى كل فريق، اسمح لي انا اتكلم عن منتخبي كابتن، كل فريق في البطوله ترى عنده نقص. مالش كل فريق ترى مش فما فرق بين زوج لاعبين وبين 8 و9 لاعبين. 8 لاعبين اسمح لي. في منتخبات جايه حتى جايبه لعيبه جدد يشاركون فيهم. شكون هذه المنتخبات؟ هو منتخب جديد ترى. لا اسمح لي، كيف شكون منتخبات؟ اسمح لي، منتخب السعوديه جايب ناس جدد، قطر مدخل لعيبه جدد، الامارات مدخل لعيبه جدد، السعوديه جايبه العراق مدخل 9 سوريا السعوديه لاعبين جدد. ايوه في لعيبه جدد مدخلين. مش العراق 9، العراق 9 لعيبه جدد، الامارات مدخل 5 4. الان بس انا اقول لك الفوتبول لما تلعب انت، لما تلعب لما تلعب على مستوى البطوله العربيه، المنتخب الاول يا اخي عيب تتكلم، يا اخي تقول احنا الثاني، يا اخي كيفاش الثاني؟ يعني عيب تتكلم في الفوتبول. لا تقول احنا لا تقول هذا الصف الثاني، انت تذبح جمهورك اصلا. انا كجمهور اذا اسمع منك والله انا جاي